مين اللي جاب الشبشب كمان؟ ايوه. ايه يا حماتي؟ السلام عليكم. عامله ايه؟ عليكم ايه السلام. يا عروسه عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ اهو الحمد لله. معلش يا غاده، تعبانه يا حبيبتي النهارده، الضغط النهارده وتعالى عندي ومش قادره ولا وحاسه بدوخه. لا بعد الشر عليك. ربنا يخليكي، اعملي بس حته اللحمه ديت ماشي. عشان عمك زمانه جاي من الشغل. وهاتي الاكل وانزلي وقت عشان نتغدوا يعني مع بعض. النهارده مش هنتغدى عندك ولا ايه؟ لا هتتغدوا عندي، بس اعملي الاكل وقت عشان مفيش حد يعمله. طيب ماشي. وسلفتك النهارده راحت عند امها كمان لاجل الحظ، لو كان كده كنت خليتها هي اللي عملته. ماشي حاضر. ماشي يا حبيبتي. يعني هي لحمه بس؟ انت اسلق اللحمه واجيبها لك ولا اعمل جنبها رز ولا ايه؟ ايوه اعملي خضار جنبها واعملي سلق اللحم وهاتي الحلل وانزلي نتغدوا مع بعض. اطبخ يعني. قبل ما عمك يجي من الشغل. خلاص ماشي. طب تعالي، طب اقعدي. لا معلش مش قادره اروح انام شويه اريح. اطبخ لحمه وخضار ورز؟ يعني مش عارفه، انا بقالي شهر متجوزه ما بعرفش اعمل اكل. هعمل ايه طيب؟ اتصل بماما، هي تقولي على ده ما الطريق. رنتش عليا اما اكلمها. معيش رصيد، لا حول ولا قوة الا بالله. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ابعت لها ارن لهم؟ شفتي اهي بترن. يا اختي ولاد الحلال بيجوا على السيرة. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه يا غادة؟ محتاسة يا ماما اخر حوسة. ليه يا حبيبتي؟ حماتي بعتلي لحمة وبتقولي اطبخيها عشان هي تعبانة ومش عارفة اعمل حاجة يا ماما. انت عارفة ان انا عمري ما دخلت مطبخ. هو ايه اللي حماتك جايبة لحمة تقول لك اطبخي؟ عروسة ام 20 يوم دي اللي تقول لها اطبخي واعملي يعني؟ مش عارفة هو انت يا بنتي تعرفي تعملي اكل انت؟ معرفش، انا اتحركت وخدتها منها وقلت اما اسألك انت بتتعمل ازاي. لا يا حبيبتي لا، هم يخدموكي مش انت اللي تخدميهم. هو في ايه؟ انت لحقتي عشان تخدميهم؟ بتقولي تعبانة يا ماما. تعبانه يا اختي، صحتها تهد جبال. فين التعب يا اختي؟ والتانية سلفتي بتقولي مش موجودة. طب ما كانوا خلوا صوتها التانية بدل ما خلوك انت يا ام 20 يوم. ما سامعة صوتها تحت سلفتي بتقولي مش موجودة. بجد؟ هي اه. حماتك اصلا لئيمه بنت غاده، انا عارفاها. الولاد دي لئيمه قوي. وجوزك فين؟ جوزك فين؟ جوزي في الشغل. في الشغل؟ حتى لو هنا وبيعرف يسلك يا اختي. بيقول لك امي امي امي، مش فاهمه في ايه. بقول لك ايه، سيبي الاكل لما يجي ميعاد الغدا نزلوه. ولا ما عرفتش اعمله يا ماما، واتصلت بماما كانت نايمه بس كده. وما تعمل لهمش حاجه. خلاص يا ماما ماشي، ما مش تعمل لهمش حاجه. قولي لها انا ما عرفتش اعمله، وجيت اسال ماما ما ردتش عليا، كانت نايمه باين. طب عشان ما يتعودوش على كده. مش فماكي كده اضرب لهم اليوم ياكلوا ايه؟ ملناش فيه. يجيبوا يا اختي فول وحته جبنه وياكلوا. يا سلام. على رايك عشان ما ياخدوش على كده لا يا عشان ما ماما. ياخدوش على كده، ياخدوها حلوانه في سلوانه. النهارده اطبخي يا غاده، بكره اخبزلنا يا غاده. هو في ايه؟ اشتروا غدا ولا ايه؟ لا اخبزلنا ايه ده؟ ناقص يدخلوني الزريبه كمان. لا 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 يا لا, لا. حبيبتي عندناش احنا الكلام ده. سيبك خلاص منه. ماشي. مش عامله لهم حاجه. لا كبري دماغك يا بيت. ماشي يا ماما. بس ايه، قبل الغدا بحاجات بسيطه نزلها لها، يمكن هي تلحق تعملها، احنا ملناش فيه. خلاص يا اما انا هبعتلهم. بصي بقى، انا هروح لحماتك دي اقول لها بنتي يا ماما ما بتعرفش تطبخ. بنتي انا مش معوداها على المطبخ. بنتي ما تعرفش تعمل اي حاجه. بنتي لو لو عملت سلقت اي حاجه. بنتي لو سلقت بيضتين تحمد ربنا. انا بنتي مش معوداه على كده. خلاص ابعتي لي بقى انت حاجه ماما اتغداها النهارده لو ماجي. ابعت لك يا حبيبتي، انا عامله صينيه مكرونه بشاميل. الله يا حبيبتي يا ماشي هلول. حبيبه قلبي، ماشي. وعامله بانيه خلاص. ماشي يا هبعت لك ماما. انت وتغدي. عايزه تسيبي خلاص. لجوزك سيبي له، مش عايزه ينزل ياكل عند امه فول وجبنه. كبري لا دماغك منه. حرام حرام يا ماما حرام. ماجد غلبان ابعتيله. الولا ماجد غلبان صراحه. خلاص هبعت لك انت وهو حبيبتي، وحماتك وحماكي هم يتصرفوا، احنا ملناش دعوه. ماشي يا ماما. يلا حبيبتي يلا. مع السلامة مع حبيبتي. السلامه مع السلامه. يا اختي اللي تطبخ لكم يا سلام. ليه يا اختي اشتريتوها ولا ايه؟ ولا استعبدتوها؟ ليه ان شاء الله. قلت لها الاكل لما نشوف هتعمل ايه. قلت لها عشان عمك ينزل يشيل. قلت لها على ميعاد عمك ايوه جاي من الشغل. قلت لها قبل ما عمك يجي من الشغل. ايوه احسن انت عملتي كده عشان تتعود تعمل اكل. ما ايوه يا بنتي، امال تتعلم امتى؟ بقى لها 20 يوم اهو بتنزل تاكل على الجاهز. مش متنبله كده. او روح افتح لها جابت الاكل ولا. لا كويس، ما غابتش تصدقي. ايه يا غاده تعالي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا غاده، خلصتي الاكل لعمك؟ لا اكل ايه يا حماتي؟ اكل ايه؟ ماما عماله اتصل بيها ما بتردش، شكلها نايمه. امي دي نومها تقيل. وانا مالي ومال امك؟ اللحمه هي اللي انت انت عارفاها. عارفه الساعة كام؟ في ايه ايه؟ ده؟ ايه؟ انت ما عملتيش الغدا لحد دلوقتي وعمك زمان في نص ساعه ويجي من الشغل. ما انا ما اعرفش. وبعدين انا ماما قالت اتصلي بيها جي. انا ما بعرفش اعمل اكل. هو انت ما تعرفيش؟ انا متجوزه لسه بقالي 20 يوم وباجي باكل عندك. ما تعرفيش تعملي اكل؟ في اه واحده راح تفتح بيت ما تعرفش تعمل اكل. ما انا ما اتعلمتش بقى وما اعرفش. ما جبتيش ليه يا اختي؟ امك جابت لك كتاب قبل نظيره، دخلتي بيت تعلمي الاكل، تعرفي تعملي الاكل. مين قبل نظيره دي؟ انا ما اعرفش مين نظيره دي. ولا افتحي التليفون تعرفي ايه، ولا افتحي التليفون شوفي هتعملي ايه وهتكتبي وقت على التليفون هيجيلك طريقه اي اكل. ما انا كنت منزله موقع بقالي ساعتين مطلعه لك الاكل وتنزلهولي زي ما هو. ساعتين يا ماما، 3 ساعات. يا حماتي ما عطنيش فرصه ان انا اطبخ ولا اعمل. انت كل يوم عامله الاكل وتقولي انزلي يا غدا تعالي كلي. طب ما انا طلعت لك يا فالحه النهارده الاكل، عطيتك الفرصه. فجاه كده لحمه ورز وخضار اعملهم وانا ما ما عملتش قلتلاش كده. ليه؟ ما بتعرفيش، ضيعتي وقت على الفاضي. أنا قلت أتصل بماما. على الوقعه السودا اللي احنا وقعناها. شفتي بقى؟ وقع السودا اللي انت وقعتها يا ابني. مش عارفه تعملي تسلقي حته لحمه وتعملي شويه خضار. ده صينية بطاطس يا غدا كانوا حلوا الازمه. ما تسكتي شويه يا جيهان بقى، وفي ايه؟ اسكت بس. في ايه؟ عماله تشيطيها بدل ما تهديها. هاتي ايه يا بنتي؟ هناكله طب. ايه ده عمك هيخرب الدنيا. ايه ده؟ لما صح انت ما عملتيش انت ليه؟ ما انت بتعرفي تعملي. ما عملتيش انت ليه يا يجي. حلوه؟ كل يوم دي أعمل لسه جايه يخشم على شمها من عند امها، جت روقت الشقه. انا سامعه صوتها من الصبح على فكره، انا فوق سامعة وسامعه صوتها. كل حاجه. يا ماما انا قاعده وانت اللي تعملي. انا بقالي 20 يوم باكل لك اكل على الجاهز. في ايه؟ انا دلوقتي في عمك اللي لا، هيجي جينا. دلوقتي. ده ربع ساعه وتلاقيه بيخبط ماما على الباب. بقول لك ايه، نيتها ما جاش تعمل الاكل ده. خلي بالك عاوز تعمل كده. لا كده ما ينفعش. ده لما يجي ماجد انا لازم يشوف لي حل في الموضوع دوت. ليه حته ماجد لحمه ايه؟ مش لا. عارفه تسلقها؟ ده عم ليه ما كنتش بتاكلي في بيت اهلك؟ هقول لك ايه؟ يعني قصدك ايه؟ قصدك ان انا جعانه وتربيه جوع ما وبتجوع؟ اعرفش بقى. شوفي لا ما ينفعش حته الكلام ده لحمه بقى. امك ما عرفتش تعلمك ازاي تسلقي حته لحمه وتعملي شويه ما تجيبيش خضار. سيره امي لو سمحتي. ما تجيبيش سيره امي. بقول لك يا بنت غوري من وشي، غوري من وشي، مش هشوف وشك، غوري. شفت بقى؟ هناكله ايه النهارده؟ هنلحق نسوي اللحمه امتى؟ قومي يا جهان، قومي كده حطيها على النار. ده عم هيشندل الدنيا يا ستي. قومي بقى. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ منها لله، منها لله يا امها البومه. كله من امها البومه. لو عرفت تعلمها بدل ما تجيب لها الاكل على الجاهز ما كانتش البنت طلعت خايبه كده. منك لله، منك لله، منك لله، مالك منك يلا؟ لله يا غاده. تحاسبيني على مين يلا؟ في ايه؟ احزن بس ايه الوقعه السودا اللي انت وقعتها دي يا ابني؟ خير مالها غاده؟ مالها؟ عملت لك ايه؟ دي لسه ما بقناش عملها اقول لك بس عملها ايه؟ مالها عملها بس؟ زفت ومنيل على دماغها. واحده واحده بس كده فاهمين عملت ايه بس هي؟ يرجيك يا ابني، تعبانه النهارده والضغط كان عالي عندي، ومرات اخوك ما كانتش هنا، طلعت لها حته اللحمه وقلت لها خدي اسلقيها عشان بعدين مين ما عمك دي؟ يجي من الشغل. غدا واعملي شويه خضار. ويا غدا ريتني إيه؟ ما طلعت ويا ريتني ما قلت. يا ريتني. وعملتها لك؟ عملت. اقعد ساعتين و3 يا ماجد تنزلي بحته اللحمه زي ما هي يا ماجد. بص يما احمدي ربنا ان هي ما ابوك عملتهاش. شندل الدنيا. احمدي ربنا ان هي ما عملتهاش، كان زمانها بوظت لك اللحمه. غدا دي ولا بتعرف تعمل اي حاجه، ده اخرها كوبايه شاي. بدل ما كوباية تعلميها شاي؟ اخرها كوبايه وانت شاي. فرحان يا اخويا وانت بتقول كده؟ مش فرحان، ما انا واخدها وانا عارف ان هي كده. وانا قايل لك يما علميها، احنا برضو طلع من اكلك انت، عايزك واحده واحده تاخديها كده وعلميها. العلم في الراس مش في الكراس يا ابني، واللي عايز يعمل حاجه هيعملها. هي بصراحه امها مدلعاها، هي ما كانتش خليها بتعمل اي حاجه خالص. تجيب التليفون تدور على اي اكل هتكتب بس على ما التليفون بتدور، ده عملت لي كتاب قبل نظيره اي حاجه يا ماجد اي مفيش حاجه. حاجه. انا طلبت منها مسقعه اول امبارح، طلعها لي فحمه. اللحمه بايظه في البتنجان. لا طب ماما كانت قعدتها جنبها بدل جواز بلخبه بقى. واحده واحده عليها. دي مش بتاعت جواز ولا بتاعت مسؤوليه دي. معلش استحمليها واحده واحده بس عليها وعلميها تطلع اكلها حلو زيك. خدت بقى وقت الاكل يجي لها على الجاهز بقى. ما كانوش بياكلوا في بيتهم دول يا ابني. ولا مين اللي بيرزع الباب ده كمان؟ بقول لك ايه، لو غدا اهدى عليها بالله عليك. يا جهان، ده ابوك نيل أيوة عيشتي يا النهارده بسبب الاكل. انتوش اكل. السلام عليكم. منين يا سلام ماما غاده، ماما غاده. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم ازيك يا السلام. حاجه؟ تعالي اتفضلي يا طنط اتفضلي. ربنا يستر. واحده واحده. انت ايه حكايتك يا اختي بقى؟ عماله تبكتي في بيتي من ساعه ما جت ليه؟
اكل ايه يا حبيبتي اللي بنتي تعملهولك؟ انا بنتي اما واخده على الدلع مش واخده على الخيبه دي. واخده على الدلع؟ لا يا هاله كنت قعدتها جنبك طالما هي مش بتاعت جواز يا حبيبتي ولا مسؤوليه. لا يا حبيبتي ماجد بيحبها وعايزها، هو عارف ان هي ما بتعرفش تطبخ ولا تعمل حاجه، صح ولا انا بكدب؟ صح يا ماما، بس انا قلت بعد الجواز هتعلموها. نعلموها ايه مامك يا اخويا؟ ليه تعلميها. هتاكلوا حب وتشربوا حب؟ اه يا اختي تاكلوا حب وتشربوا حب، كنت تعلميها انت بدل ما تقعدي تبكتيها تحرقي في دمها وتفضل تعال في التليفون قدام سلفتها. وهي طب يا نزلت حماتي، وقالت لي ثواني علميني يابا، ياما وانا ما هي قاعدة في علمتهاش. قاعده في بيتك بقالها كام سنه ما علمتهاش حاجه تعرف رد تعمل انت يا ابني رد. ايه تعالوا بالمنطق، ما قاعدها في بيتك بقالها كام حبيبي سنه. انت ساعه ما جيت طلبتها وانت عارف ان هي ما أنا بتعملش عارف. طب حاجة. قبل الجواز صح بسنة ولا أكيد، لا؟ قبل الجواز بسنه انا خاطبها سنتين. لا انا بنتي طول عمرها متبغدده ومتدلعه ما بتعملش حاجه. انت يا اختي اللي بقالك سنتين ولا 3 متجوزه كنت تطبخي انت يا حبيبتي. ما انا بطبخ طول عمري وقاعده 20 يوم عمالين ناكلوها ونشربوها. تاكليها وهي وتشربيها يعني وانت بتاكليها وتشربيها من جيبك. لا مش من جيبي، بس من صحتي وعافيتي. صحتك وعافيتك آه. كنت انت يا اختي تطبخي يا اختي من صحتك وهي ما وعافيتك. تتعلمش ليه؟ ابقي علميها يا اهدي. حاجه. اهدي يا جيهان ابقي اهدي يا بنتي. علميها يا اللي عماله تحرقي في دمها قدام اعلمها سلفتها. ما علمتهاش انت ليه ولا امها؟ ما علمتهاش انت ليه يا هاله؟ ولا أنا ما جبت لها كتاب قبل علمتهاش. نظيره؟ لا يا اختي ولا قبل نظيره ولا قبل فضيله. ولا قبل نظيره ولا قبل فضيله يا حبيبتي. انا بنتي حبيبتي واخده على كده، انتوا اللي تخدموها مش هي اللي تخدمها. لا بس واحده واحده كده. اتفضل بقى رد انت يا واحدة واحدة، ماجد. دي امي برضه لا معلش امك احنا ما عملنالهاش لا حاجه. بصي انا بنتك في عيني، واللي عايزاه بعمله لها وبجيب لها اكل جاهز لما ما تعملش الاكل، بس واحده واحده برضه دي امي ما ينفعش كده. ماشي امك خلاص ما تجيش على بنتي. خلاص انا ما حلتيش الا هي واحده اخويا لما تحرقوا لي في دمها معلش مع حبيبي. احترامي ليكي ومع احترامي لامي، كل واحد هيروح بيته. انا الراجل الغلبان اللي شقيان طول اليوم، لما اروح امي مش عامله اكل، مين هياكلني مين هيشربني؟ لا يا اخويا هي تبقى تتعلم واحده واحده. بس ده اللي انا طالبه آه. مني، علميها لا بس. لا هي مش تتعلم عايز في كده. بيتها، هي تتعلم في بيتها. قاعده في بيتها كام سنه ما اتعلمتش، واليومين دول جايه تتعلم. لا بنتي كانت متدلعه وكانت بتيجي من كليتها يا دوب تنام وتلاقي كل حاجه جاهزه. كانت بتدلع. آه. انا عايز اتدلع بقى في بيتي بقى حماتي. تدلع في بيتك. خلاص الحب كان قبل الجواز وبعد الجواز، يا بس ابني برضه عايز يا اكل. ابني شكلهم كانوا متربيين على الفول والفلافل. واحده واحده يا ماما. فول والفلافل ايه يا حبيبتي؟ الفول والفلافل انت اللي تعرفيها يا ماما. بنجيب عند مدهش. عشان كده مدهش عشان والنبي كده. انت اللي مدهش انت وامك. الله يخليك يا حماتي. انتوا اللي مدهشين. الله يخليك. بقول لك ايه يا حاجه مالكيش دعوه ببنتي، ما تحرقيش دمها ولا تقولها تطبخ لك يا اختي ولا تعمل لك. عندك مرات ابنك التانيه هي القديمه ماشي. القديم. القديمه تحلى يا اختي لو كانت واحله هي تعمل لك. انا بنتي ما ما هتيجي بتعملش. البيت عندي تعمل لي الاكل. وانا هو متجوزني انا متجوز مراته. ابقي المفروض هي اللي علميها. تعمل. بقول لك يا ايه يا عاوز هاله ذوق أكل هاله مراته. انت كده هتخربي على بنتك قريب. لا يا حبيبتي بنتي مش هيتخرب والله عليها إن هتخربي شاء على الله. بنتك. ابقي علميها. ولا كنت هو علمتيها أنت يا كده. طنط. بصي يا حبيبتي ابقي علميها ولا آه. هو على رأي المثل مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. ابقي علميها هي حبيبتي. فعلا غارت. ما انا بقول لك مركب السلايف غارت. مم. يبقى خليها اخويا تعلمها هي شويه. تعلميها وبنتي يا انا يا اخويا بنتي ان شاء الله هعلمها، بس قول انت لمرات اخوك تعلمها وتبطل الغيره والحقد ده منها أيوة، عشان أيوة. بنتي احلى منك. طب ايه اللي أيوة ده حماتي؟ طب عايزه كل صح. حاجه. طيب لا يا اخويا متشكرين كلنا كلنا يا حبيبي وشبعنا. مقلب النهارده آه. ما عملتهاش. ده كانت جوازتك سودا يا مين. ايه الوقعه السودا دي يا ابني اللي انت وقعتها؟ معلش يا ماما مش كل حاجه اكل، برضه الدنيا برضه في حاجات وبص ماما تانية. بيكحى ازاي. معلش نستحملوها برضه، البت لسه واحده واحده كده عليها يا ابني وهي قالت لي علميني يا ماما وانا قلت لها لا، ما هي اللي بتيجي تنزل على ميعاد الغدا على الجاهز يا مان. بس الموضوع ده بقى واحده واحده على البيت، وانت يا جيهان كده بيطلعي برضه عندها كده كل يوم ساعه ولا حاجه، علميها ازاي تعمل اكل، وانت واحده واحده عليها يا امي. عشان خاطرك انت بس يا ماجد. الله يا أمي. وهفوت الكلمتين الفارغين اللي امها قالتهم عشان معلش. خاطرك انت يا ماجد. معلش برضه زي اختك برضه معلش. عشان بيتك بس ما يتخربش. انت لكن جدع. امها دي ولا حاجه. انت جدع عشان ماشي يا هتغدونا النهارده ولا روح ولا لا لسه بقى من كل بره؟ فول وفلافل على ما رأي. تقوليش. امال ايه هنعملوا ايه؟ مش مراتك ما عملتش اللحمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.